السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة ماما نجوى. هعمل معاكم النهاردة المهلبية على الطريقة المصرية. هنعمل مهلبية كريمي بطعم رائع، والمهلبية من أسهل الحلويات في تحضيرها، ما بتاخدش وقت خالص في تحضيرها، وكمان منها أنواع كتير مختلفة، منها على الطريقة التركية، وكمان منها مهلبية التمر وجوز الهند. ان شاء الله هعملهم معاكم في الفترة اللي جاية. هنعمل النهاردة على الطريقة المصرية بناء على طلب متابعة في القناة. في البداية ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وكمان اشتراك في القناة. عندي اول حاجة المقادير: لتر من الحليب بارد يكون كامل الدسم، 6 معالق كبار من النشا، 8 معالق كبار من السكر، معلقتين كبار من القشطة، معلقة كبيرة من جوز الهند المبشور، وكمان عندي معلقة صغيرة من الفانيليا. اول حاجة عندي السكر، 8 معالق كبار من السكر، ممكن يزيد حسب الرغبة. هضيف عليهم 6 معالق كبار من النشا، هقلبهم مع بعض. بعد كده هضيف معلقة كبيرة من جوز الهند اختياري، يعني ممكن ما تضيفهاش، بس هي بتدي طعم حلو للمهلبية. هضيف عليهم الحليب البارد يكون كامل الدسم، ده حليب مبستر يعني مش محتاج ان احنا نغليه. هقلبهم مع بعض كويس جدا قبل ما ارفعهم على النار. طيب لو انت بتستخدمي الحليب الطازة يعني لازم اغليه الاول على النار، بعد كده ضيفيله السكر، لكن النشا هتدوبيه في نص كوباية من اللبن البارد او ممكن مية باردة. دوبي النشا الاول وبعد كده ضيفيه للبن المغلي، وقلبي باستمرار لحد ما يديكي القوام التقيل ده. لو لبن طازة لازم يتغلي الاول، لكن انا هنا استخدمت الحليب الجاهز اللي بيبقى في علب، فمش محتاج ان هو يتغلي. دوبت فيه النشا والسكر على البارد، بعد كده رفعته على النار، على نار متوسطة. النار تكون هادية علشان المهلبية ما تتلسعش، وهقلب باستمرار لحد ما يدينا القوام التقيل ويبدأ الحليب يغلي والقوام يتقل. عندي هنا المهلبية بقت جاهزة. هضيف في الاخر معلقتين كبار من القشطة، بتدي طعم حلو جدا، بتخلي المهلبية طعمها غني وكمان بتدي قوام كريمي. هقلبها كويس. درجة حرارة المطبخ هتزينيها بأي حاجة متوفرة عندك، مثلا مكسرات متوفرة عندك. أنا هنا زينتها ببندق وكمان فستق كداب عملته معاكم قبل كده، وكمان زينتها بجوز الهند وحبات من الكريز، ممكن برضو جوز الهند وزبيب. ممكن تزينيها بقطع من الفاكهة برضو بتبقى طعمها حلو جدا. وبعد التزيين هندخلها التلاجة تبرد تماما وتكون جاهزة للتقديم، يعني تقعد في التلاجة حوالي 3 ساعات او 4 ساعات وتكون جاهزة. شايفين هنا بقى القوام بتاعها حلو جدا جدا وكمان طعمها رائع. لو انت عايزة تحفظيها لتاني يوم او ممكن تقعد يومين في التلاجة، هنغطي المهلبية بستريتش بالشكل ده.
وهنقفل الكاسات. ده بيحافظ على وش المهلبية، ما بينشفش خالص وبتفضل طرية. وتقدري تعملي نفس الطريقة في الرز بلبن برضو، بيخلي وش الرز بلبن ما ينشفش خالص، وبتحفظيها في التلاجة لوقت التقديم لتاني يوم. عملنا النهاردة المهلبية على الطريقة المصرية، ان شاء الله هعملها معاكم بطرق مختلفة الفترة اللي جاية. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. واللي لسه بتشوف القناة لأول مرة اتمنى الاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.